10 علامات تدل على أن الله راضي عنك. لكن قبل ما أبدأ، ريبوست، ستوري، لايك وكومنت، ما تدري كم شخص بيتوب بفضل الله ثم بسبب نشر هذا المقطع. وبسم الله نبدأ. أولا، حب الناس لك بدون سبب. القلوب بيد ربنا، فلو لقيت الناس تحبك وتحترمك من غير مصلحة فهذا رزق وربنا يحبك. ثانيا، التوفيق للطاعات. لو تحافظ على الصلاة أو بتتصدق أو بتذكر ربنا دائما فهذا دليل أن ربنا يسهل لك الخير ويحبك. ثالثا، كره المعصية حتى لو وقعت فيها. لو كل ما تقع في ذنب تحس بالندم وتقوم بسرعة هذا معناه أن قلبك صاحي وربنا يحبك. رابعا، الاستجابة للدعاء. لو دعوت ربنا ولقيت استجابة سريعة أو حتى راحة في قلبك بعد الدعاء هذه علامة حب ورضا. خامسا، حسن الخاتمة لمن تحبهم. لو شفت أحد تحبه مات على طاعة أو حسن خاتمة فهذا كمان إشارة خير لك وللي حولك. سادسا، الصبر وقت البلاء. لما تتعرض للمصيبة وتصبر وتحس أنك راضي ومحتسب فهذا من رضا ربنا. سابعا، الستر في الدنيا. ربنا يستر عليك رغم تقصيرك وهذا من رحمته ورضاه. ثامنا، حبك لأهل الخير والدين. لو تحب الصحبة الصالحة أو المشايخ وأهل الذكر فهذا طبع المؤمن اللي ربنا يحبه. تاسعا، استمرارك على طاعة صغيرة زي مثلا قراءتك للقرآن أو قيام الليل أو صدقة بسيطة فهذا دليل رضا. أخيرا، خوفك من غضب ربنا. لو دايما تفكر وتقول يا ترى هل ربي راضي عني فهذه الوحدة علامة خير، لأن القلوب الغافلة لا تسأل السؤال هذا.